تخيل الشمس بتخترق 60 متر في الظلام التام وبتضيء وش رمسيس الثاني زي الذهب مرتين بس في السنة كلها. ازاي ده بيحصل يا ترى؟ استنوا، السر هيتكشف دلوقتي. ده معبد أبو سمبل الرهيب في جنوب مصر اللي الفرعون رمسيس الثاني بناه من أكتر من 3200 سنة، منحوت في قلب الجبل وواجهته فيها 4 تماثيل عملاقة لرمسيس. بس السر الحقيقي جوه، لما تدخل قدس الأقداس زي ما تكون بتكتشف سر مخفي تحت بلاط المعبد القديم. 4 تماثيل عملاقة: رمسيس الثاني، أمون رع، رع حور أختي، وبتاح إله الظلام. والشمس هتضيء مين؟ في يوم 22 فبراير و22 أكتوبر بالظبط بعد الشروق بثواني، أشعة الشمس بتخترق المعبد 60 متر وبتضيء وش رمسيس والمعبودين الاتنين بضوء ذهبي ساحر. بس بتاح يفضل في الظلام التام. مش سحر ولا صدفة، المصريين القدماء كانوا عباقرة فلك وهندسة، صمموا محور المعبد بدقة متناهية عشان التعامد يحصل في تواريخ مرتبطة بعيد ميلاد رمسيس وتتويجه. حتى بعد نقل المعبد كامل في الستينات اللغز لسه شغال. عبقرية الحضارة المصرية اللي بتذهل العالم لحد دلوقتي. لو الفيديو ده فجر دماغك، سيف دلوقتي عشان ما تنساش السر، وشير مع صحابك عشان يتعرفوا على اللغز ده. أقولي في الكومنتات، إيه أكتر حاجة مذهلتك في أبو سمبل؟